السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت عن سوا مع رنا. يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فطير مشلتت بعد فشل مثلا بتاع 5 سنين كده بحاول اعمل فيه مفيش فايده خالص. النهارده نجح معايا وعلى البوتاجاز. بسم الله. وهنبتدي كل اللي احنا محتاجينه نص كيلو من الدقيق، هنحط عليهم معلقه صغيره من السكر وربع معلقه صغيره من الملح، وهنحط ميه من الحنفيه عادي خالص تدريجيا. يعني انا النص كيلو ده خد معايا حوالي كوبايه ومثلا وربع. النص كيلو يعني 3 كوبايات ونص ومعلقة كبيرة، هي نفس الكوباية اللي هنعيط بيها الدقيق هي نفس الكوباية اللي هنعيط بيها المية. مسكتها عجنتها لميتها، ما بتتعجنش كتير زي ما انتم شايفين كده، الشكل مش اللي هو الملساء، لا، ما بتتعجنش كتير. يا دوبك كده. بصوا، اخد حتة من العجينة وابدأ افتح فيها طالما ما بتقطعش معايا يبقى هي تمام جدا. من شروط نجاح الفطير اولا ان الدقيق متعدد بالاستخدامات، دي حاجة. الحاجة التانية، يرتاح. كل ما هيرتاح كل ما هناخد نتيجة هايلة جدا جدا جدا. يعني احنا عملناه كده، ممكن نسيبه ساعة، ساعتين، ايا كان الوقت اللي احنا هنقدر نسيبه. يعني حاولوا بكل الطرق ان ما يكونش اقل من ساعة. بعد كده مسكتها كورتها كور. ده كان وزن الكورة 65 جرام، يعني قد الاستفندية كده الصغيرة. وهبتدي برضه اسيبها تستريح تاني. برضه لو قدرنا كمان نسيبها كمان ساعة. بصوا، الراحة للفطير راحة لينا احنا في نجاحها، وان تعبنا ما يروحش هدر. تمام. جبت بقى اي حاجة حطيت فيها الفطير بتاعي، وابتديت ادهنه بالزيت. طبقة زيت كده اتحطت تحت كويس في الصينية اللي انا حطاها دي، ومسكته هو كمان نزلته كده في بولة فيها زيت كده وطلعته. تغليفته بالزيت دي هتفرق معاكم جدا 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 في الفرد وفي الطعم بتاعه كمان وفي القوام. برضه هنسيبه زي ما قلنا كده حوالي مثلا ساعة. تمام. ده شكلها بعد الساعة. أعرف منين بقى إنها استريحت؟ أما أعمل كده أضغط بإيدي كده، فإيه، عملت كده زي دورية. لو الدورية دي لمت تاني يبقى هي لسه. لو الدورية ما لمتش تاني عشان مثلا مش هتقعدها ساعة، يبقى يبقى هي كده تمام جدا معانا. أبتدي أشتغل فيها عادي خالص. خلصت خلاص. أدهن بقى الرخامة بتاعتي دهنة زيت خفيفة جدا، هو أصلا كده كده كتير فيه زيت. وهبتدي كمان افرد بايديا بالنشابه زي ما انتم عايزين زي ما تحبوا. وهي كده كده باذن الله هتتفرد معاكم بسرعه جدا، ما تقلقوش. اتقطعت معاكم، ما دام ما اتقطعتش من النص يبقى انتوا تمام، مفيش اي مشكله خالص. احنا نحاول بس نخلي الجناب نحاول نوفقها على قد ما نقدر. عملت طبعا اول كوره بس كنت بصورها لكم، طبعا دهنتها سمنه وزبده الاتنين مع بعض ميكس. سيحوها كده عادي خالص وبايديكم بالله. تمام. وعملت الكوره التانية اهي، وبعد كده ابتديت احط الكوره في الكوره، بس مع كل بقى تطبيقه باخد من ايدي كده بالسمنه، بصوا شايفين، وابتدي ادهن. تمام كده. ابتدي بقى اقفل عليها يمين وشمال. احنا هنعمل كل كورتين في بعض او ثلاثه زي ما انتم عايزين، انا هنا عملت ثلاثه للامانه. تمام. اهو لفتها. وهبتدي بقى امسكها اكورها زي الكوره، اضمها بقى كلها على بعض. كل دي طبقات داخله في بعض. انا المره دي جربت دي، المره الجايه هقول لكم حوار الرول ده اللي منتشر جدا على اليوتيوب. فلو ظبط كمان الرول ده هنزله لكم برضه. تمام. ادي الفطيره بتاعتنا اهي. شايفين؟ كوره جوه كوره جوه كوره. عملتهم بقى كورتين، ولفتهم بقى بالاسترتش كده او بكيس بلاستيك او بفوطه، المهم ما يدخلهمش هوا. مدهونين طبعا كويس جدا. وهسيبهم برضه يستريحوا. يا سلام بقى، يا سلام يا سلام، لو ساعة كمان. يعني بجد هتفرق معاكم جدا في النتيجة. هجيب الطاسة بتاعتي تكون سخنة جدا، وهحطها سخنة سخنة يعني، ودهنها كويس قوي بالزيت مش سمنة، ادهنوها زيت. ما تحطوش زيت كتير عشان احنا كده هتعتبروا بتقلوها. وهبتدي بقى افردها كده بعد ما استريحت. ابتدي افردها في الطاسة وهي سخنة، احاول في كل المقاييس ان انا افردها. انا شغاله فيها فرد حسب ايديكم تتلسع بس. وابتدي افرد بس بسرعه قوي، وابتدي افردها عشان ما تاخدش مني طبعا، لان الطاسه سخنه فهتلقط على طول مني. اللون من تحت ممكن تقف على كده. فردتها طبعا. دي كانت طاسه مقاس 28. وهغطي بقى، اخلي النار اقل من المتوسطه واغطي. كل 5 دقايق اقلبها. بصوا، شايفين النفخه دي؟ النفخه دي يا جماعه بتقول لكم كده ما تستنوش اصلا لسه ولا تبقوا قلقانين كده، احنا في الامان الحمد لله وربنا كرمنا اخر كرم.
كل 5 دقايق اقلب على الاتجاه ده واقلب على الاتجاه ده. طبعا انا دهنه الوش بتاعها سمنه. بصوا بقى المنظر وهي نازله، والله العظيم يا جماعه الريحه واللون وكل حاجه، لا انا مش قادره اقول لكم. انا هوريكم دلوقتي حاجه ان احنا اصلا ما قدرناش نستحمل على ما دي تستوي، كنا اتسلينا في التانية. لكن بقى النصيحه بتاعتي اللي هقولها لكم ان هي وهي خارجه من النار كده نوش ونغطيها بقى ونسيبها حوالي كده مثلا بتاع 15 دقايق كده، ونبتدي بقى ايه نشيل الغطا كده من عليها بقى الفوطه بتاعتنا دي. بصوا الطراوه، انا عايزه اقول لكم طبعا انا اصلا ما استنيتش 5 دقايق للامانه يعني، ولا 10 دقايق، يا دوبك كده يعني ايه دقيقه ورحت فاتحه على طول عليها. انا عايزه اوريكم التوريقه، بصوا شايفين الجمال؟ والله العظيم يا جماعه انا لاول مره في حياتي يعني اعمل فطير ويطلع بالجمال ده. حقيقي انا كل مره برميه في الزباله بصراحه، ربنا يسامحني بجد. بس فعلا كان بيطلع حته حديده. بصوا المنظر، بصوا التوريقه عامل مش مستحمل اصلا، مش مستحمل نهائي. انا عايزه بقى اوريكم الطبقات دي. كانت الى حد ما طبعا دي احنا كنا بنتسلى فيها كده، لان هما ايه العجينه عملت معايا سلتين بس يا جماعه بالمناسبه يعني. بصوا شايفين الطبقات؟ بصوا عامل ازاي، وهم وهم وهم. جربوه